في 3 كوارث تقريبا كل الفريلانسرز الجدد بيقعوا فيها، والمشكله ان هي بتضيع كلاينتس ومحدش بيتكلم عليها. اول كارثه هي اللي انت بتعمل البروفايل ومتوقع ان العملاء هم اللي هيجوا لك ويقولوا لك يلا بينا نشتغل، وبالشكل ده انت ولا هتجيب حتى $100 في الشهر. الفريلانسر الشاطر هو اللي بيعمل اوت ريتش للكلاينتس، هو اللي بيجري ورا العملاء بتوعه وبيشوف مشاكلهم ايه، لان في ناس كتيره قوي انت في الكونتاكتس بتاعتك ممكن تبقى عندها مشاكل وانت ما تعرفش. تاني كارثه هي اللي انت بتتكلم كتير قوي عن الشغل وتبقى عايز تبتدي شغل ومش بتسمع العميل عايز ايه بالظبط، لان انت لازم تعرف اهدافه وهو عايز يوصل ليه بالظبط، وممكن توري له شغل انت عملته قبل كده يشبه اللي هو عايزه بالظبط، فده في حد ذاته هيخليه على طول عايز يشتغل معاك. وكده انت بتكون قطعت تقريبا نص الطريق وبتحسسه ان انت فعلا عايز تشتغل معاه وعايز تحل له مشكلته ومش عايز تاخد تاسك وتعمل فلوس وتمشي. واخر حاجه هي الوقت اللي انت هتحدده ولازم تبقى واثق فيه 100%، ويبقى احسن لو تقدر تسلمه قبلها، لان ده بيديك فرصه كبيره ان هو يعجبه شغلك ويدير بالريت اللي انت عايزه. ولو عايز حد يكون معاك من البدايه من الصفر لحد اول $1000، فانا عملت كورس بشرح لك فيه الفريم ورك اللي انا كنت ماشي عليه 7 سنين اللي فاتوا، ودخل لي ارقام ما كنتش بحلم بيها. في اكتر من 100 واحد سجلوا في الكورس وبداوا يعملوا ارقام كويسه، فلو شايف انك جاهز ادخل على الويب سايت واحجز مكانك دلوقتي.